هاد الحاله ديال الالتهاب اللي شفت عندها عمري ما شفتها. والمضحك في الامر انها كانت يلاه عندها 23 عام. كاين اللي تيقول لها دير الزعفران بالحليب. اذا هنا راه ما كاينش مشكل. اليوم جات عندي واحد السيده للكابيني اللي اثرت فيا بزاف. اثرت فيا حيت كتعاود بزاف ديال المشاكل اللي عايشينهم بزاف ديال العيالات اكطوالمون، اللي هو ان بزاف ديال الناس تيتهموها انها هي السبب في هذا المشكل ديال تاخر الانجاب ديالها اللي عايشه فيه. الوغ كو هاد السيده راجلها ما عايش معاها، ما كاينش معاها اصلا فاس. وحنا باش نشخصوا المشكل ديال تاخر الانجاب خص يكون الراجل كاين معاك في نفس المدينه. يعني هاد السيده بزاف ديال سواء من العائله القريبه ديالها سواء من العائله ديال الراجل ديالها، كل واحد شنو تيقول لها. كاين اللي تيقول لها دير الزعفران بالحليب، واحد اخر اللي المهم اي واحد قاتلو راني هذه 3 سنين وانا مجوجه ومازال ما حبلش تيقول لها شي وصفه غير طبيه اللي نقولوا حنا تخليطه ديال العشوب. شنو هي اخر حاجه قالوا لها؟ ان خصها تقبط تخلط واحد المواد وديرهم بحال انجيكسيون حيت تقدر تكون عندها بروده في الوالده. جات عندي انا اليوم في واحد الحاله ديال الالتهاب اللي هي كبيره بزاف. هاد الحاله ديال الالتهاب اللي شفت عندها عمري ما شفتها. بقيت تنسول راسي واش حنا في 2025 مع هاد العلم اللي وصلنا له، مع بزاف ديال الحوايج اللي تقدم فيهم الطب في الانفيرتيليتي وفي المشكل ديال تاخر الانجاب وفي العقم، وحنا مازال تنشوفوا بحال هاد الحالات. والمضحك في الامر انها كانت يلاه عندها 23 عام. يعني مازال ما وصلتش للثلاثينات باش انها تكون تتعيش هذا الضغط وكتعيش تتشوف فيها واحد الحزن في عينيها اللي انا ما قديتش نقبط راسي. اثرت فيا بواحد الشكل كبير حيت شفت فيها الصوره ديال بزاف ديال العيالات ديال اللي عايشين في واحد الضغط كبير بزاف. ديال علاش ما نحاولوش على راسنا، علاش ما نحاولوش على نكونوا كما تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. يعني حاول عليهم. المراه تتصيبها بطبيعتها هينه، قلبها ضعيف، محتاج هي اللي يطبطب عليها، هي اللي ياخذ بخاطرها. الوغ كلمه كتاثر فيها. قالت لي هاد السيده وهي كتبكي، قالت لي الطبيبه انا الا هزيت شي بيبي صغير تنفرح فيه كلشي تيبقى يقول لي والله يفرحك تنتينا، والله يسهل عليك. الا ضحكتي مع شي دري صغير كلشي تيبقى يقول مسكينه ما عندهاش الدراري، مسكينه مازال ما ولداتش. لامست فيها واحد الحزن كبير بزاف. شفتها، درنا ليكزامان، درنا ليكوغرافي، ما كان عندها فيها حتى حاجه، بالعكس فتره اباضه اللي كاينه اباضه مزيان. قلت لها واش كاين راجلك؟ قالت لي لا ما كاينش في العسكر في الصحراء. اذا هنا راه ما كاينش مشكل. يعني المشكل الصحيح فين كاين؟ ان لا ديستانس، ان كل واحد عايش في مدينه، هذا هو اهم مشكل. دونك انا درت سورتو هاد لا فيديو باش ننصح الناس ونوعي الناس ونقول لهم راه ماشي اي وحده تجوجات خصها تولد في ديك العام الاولاني ديال الزواج. راه تقدر تكون ظروف ماشي مناسبه، ولا كل واحد عايش في بلاصه، كتقدر يكون خصها هي واحد شويه ديال الراحه النفسيه اكثر من ادويه ولا اكثر من طبيب.